يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إن للسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا، وأنت المثبت فثبت قلوبنا على الطاعة واعصمها من المعصية، واجعل لنا في سائر أمورنا خيرا. أما بعد، أيها المباركون، لا يخفى على أحد ما يمره المسلمون هنا في أوروبا من أوضاع وحوادث حصلت في الآونة الأخيرة. إننا كمجتمع ومصلى في هذا المسجد المتواضع ندين بشدة ما حدث في فرنسا، ونقول إن ذلك كان تصرفا فرديا، وإن الإسلام لا يسمح لقتل الأبرياء. إذا حدثت هناك أي حادثة أو تعدي على مشاعر المسلمين فهناك طرق يسلكه المسلم، لأننا عايشين في بلاد لها قوانين وثوابت. فنحن والحمد لله رب العالمين لا نسفك الدماء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة وحواليه أكثر من 313 سنة لم يأمر يوما من الأيام كسر هذه الأصنام، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة كتب هناك صحيفة المعروفة صحيفة المدينة، كتب فيها وجلس مع اليهود والنصارى حتى يحموا هذه المدينة. فهذا أيها الإخوة هو الفقه الصحيح، هذا هو دين الله، وهذا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم أيها الإخوة كل واحد منا، كانت امرأة أو رجلا أو طفلا، هو إسلام يمشي على الأرجل، فيراد عندما تمشي وتكون في السوق أن تكون مسلمة، عندما تكون في المدرسة أن تكون مسلمة، عندما تكون في العمل تكون مسلمة. سبحان الله أيها الإخوة، هناك من نعرف أنهم يسرقون من الدكاكين فيقولون أن ذلك حلال لأن هذا مال الكفار، لأن هذا مال الكفار. نقول لمثل هؤلاء: إذا كنتم تعتقدون ذلك لماذا هاجرتم إلى بلاد الكفار؟ نحن نقول، يقول الله تعالى: إن الأرض لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. أيها الإخوة، لماذا نحتكر الإسلام لأنفسنا؟ لماذا لا نريد هذا الخير وهذا الدين للآخرين؟ لماذا لا نريد أن نوري سماحة الإسلام؟ لذلك أيها الإخوة، مرة أولى ومرة ثانية ندين كل ما حدث بشدة في فرنسا، ونقول إن الإسلام بريء على ذلك.
أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالله عصمه من الناس. كان يقال له ساحر وكان يقال له شاعر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر يوما من الأيام صحابته أن يقتلوا هؤلاء، بل إن المنافقين الذين كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته؟ لا تقتلوهم حتى يقال أن محمدا يقتل أصحابه. نعم أيها الإخوة، هذا هو خطنا وهذا هو طريقنا وهذا هو طريق الإسلام. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى waxaanu ka baryaynaa inuu khayr walbana waafajiyo. shaki kuma jiro walaalayaal xaaladda ay dadka muslimiinta oo Yurub jooga ay maanta ku sugan yihiin. waxaa soo martay mararka ka mid ah in waddanka Faransiiska hablihii ay dibad u soo bixi waayeen, masaajidadii lagu tukan kari waayey, masaajidadii la bilaabay in la gubo. xaaladdaana waxay ka timid dhalinyaro muslimiina oo fiqhigooda diinta uu aad iyo aad u hooseeyo, in nabiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu tacadiyey inay iyaguna ay sameeyaan raddul ficl, hase ahaatay kamay fikirin goobta ay joogaan iyo sabanka ay joogaan kamay fikirin. maanta walaalayaal waad ogtihiin ragga shaqeeya oo idaacadaha dhagaysta iyo TV-yada waxa ugu badan oo maanta laga hadlo waxa weeyaan arrimahaasi. haddaanu inagu nahay masaajidkeenan islaamiska culture road, arrintaasi aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa oo waxaanu leenahay islaamku fal noocaas oo kale lukuma laha. nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo 313 sano lagu caabudayo oo asnaama ayuu ku tukan jiray Kacbada, weligiina muu ku oran saxaabada burburiya, muu ku oran nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka qofka muuminka waxaa la rabaa in uu barto wax la yidhaahdo fiqhul ma'aal. tallaabo markaad qaadaysid maxaa ka ratibmaya. maanta sidaad ogtihiinba walaalayaal, maalin dhaweyto waxaa la saarayaa baarlamaanka Yurub in qof walba oo waddan ka dhoofayo waddan kale u dhoofaya in macluumaadkiisa waddanka uu transitka ku yahay la sii dhigo. waxaasoo dhan maxaa keenay? walaalayaal, haddaanu muslimiin nahay nafteenna keli uma noolin, waxaanu u noolnahay dadka kale. diintan iyo sharaftan iyo caqiidadan inaanu u gudbino dadkan Yurubiyaanka ayaa maaragtay loo baahan yahay. sidaad ogtihiinba muddo aad iyo aad u dheer kaniisado ayaa ka hadli jiray islaamka, si kale ayaa loo tusi jiray. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof intuu qoray oo af Swedish intuu ku qoray oo dadka loo gudbiyey nabigeenna horta yuu yahay calayhi salaatu wasalaam. adduunka muxuu ku soo kordhiyey? haddii aad maanta walaalayaal rabtaan inaad ogaataan inuu islaamka yahay diin xaqa, masar intaasoo milyan oo waxaa ku nool niman aqbaad la yidhaahdo, weligood lama laynin, dowladday ku jiraan oo wasiiro ayay leeyihiin. suuriya sidaasoo kale intaasoo malaayiin oo gaalo ayaa ku nool, islaamka muxuu u baabi'in waaye? ilaah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu leeyahay laa ikraaha fi diini, qof laguma dirqiyi karo, diinta laguma dirqiyi karo. marka waxaanu leenahay walaalayaal, tasarruf qof uu sameeyey in loo sacbatumo oo laysku xidho dhacdooyinka ka dhacaya Ciraaq iyo Afghanistan iyo meelahaasi, la yidhaahdo inaguna halkan wax walba ayaanu geysanaynaa. walaalayaal, waxaad ogaataan islaamku wuxuu leeyahay fiqhigu waxa weeyaan qofku waxaa la eegayaa masaalixda iyo mafaasidda ayaa la eegayaa. wax walba oo mafsadadiisa ay badato waa laga tegayaa, wax walba oo masaalixdiisa ay bataanna waa la qaadanayaa. diinta islaamka arkaantaas ayay maaragtay ku sugan tahay. marka walaalayaal, waxaanu u sheegi lahay inaanu u gudbinahay dadka walaaladeen, inagu halkani wadada kali oo inoo furan inaanu lacag urursano maaha,
إنا نبوح سنة علوش ماها وإن عقيدة قروح ذا بدن والله سبحانه وتعالى نعمة ونغم نستي إنا نؤقد بمدد كان كالي محانو إنه كليجان شناء إسولا ربنا نبي عليه الصلاة والسلام إله سبحانه وتعالى إن بدن بقرانك وغشاقي نفت هذا وحبها مرجن نفت هذا هدب فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هدير من وايام محاد نبي الله سيدا دوغم رغونيسا سيدا سوء وغم رغون شري إن دادك الدين تلو بندقو لكن هدانو مانتا إنه آنو نقلنا وحو البورد عنهم والبينتو هبكي سقاطو إرادو وان أرسانيا ولا لا يلتاس إسلام ماها وحلقيا بدباتة وقفك أوغي سنيو يدو مساجد دي هل كان سويدن لغوبي آد أغيران انتاسو مسجد لغوبي oo dawladii iyo mindhiheedkii oo dhan ay muslimiintii la tacaatufeen ayay arrintan faransiiska ay dhacday arrintii oo dhan bay wada hadhaysay waaba la iloobayba teeni halkan marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal fiqhi ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay cilmi ayaa loo baahan yahay mas'alada noocan oo kale in culimada loo daayo ayay ku wanaagsan tahay أيها الإخوة الأعزاء نتحدث عن سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه السورة تسمى سورة القصص هي سورة مكية نزلت هذه السورة مع سورتين في كتاب الله سبحانه وتعالى فهي السور الثلاثة المتتالية التي نزلت في مراحل مختلفة ولكن متتالية حسب التسلسل وهي سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص السؤال هو لماذا سميت هذه السورة بسورة القصص يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فلما جاءه وقص عليه القصص قال نجوت من القوم الظالمين من هذه الآية سميت سورة القصص وأعطيت هذا الاسم هذه السورة أيها الإخوة تتكلم عادة كما تتحدث السور المكية العقيدة التوحيد رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم البعث والنشور الجزاء تتحدث عن هذا حتى تثبت نبوءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتقوي إيمان المشركين بأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت وهو الرزاق هذه الصفات كلها تتركز في السور المكية نعم أيها الإخوة هذه السورة تتحدث عن صراع بين الحق والباطل تتحدث عن حزب الله وحزب الشيطان ثم أن هذه السورة تتحدث الجانب السياسي في الحكم وتتحدث الجانب الإنساني لنبينا موسى عليه السلام وعلينا محمد صلى الله عليه وسلم وتتحدث أيضا عن الجانب الاجتماعي كيف كان يهتم نبينا موسى عليه السلام للجانب الاجتماعي هل كان يعين المجتمع الذي كان يعيش بين ظهرانيه ثم تحدثت بعد ذلك عن نبينا موسى عليه السلام كزوج والجانب الاجتماعي كذلك يقول الله تعالى طاسمين هذه هي أيها الإخوة الحروف المقطعة وهذه الحروف المقطعة أيها الإخوة بدأت ب29 سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بمراد هذه الحروف المتقطعة نعم أيها الإخوة تلك آيات الكتاب المبين تلك أيام محمد هذه الآيات التي ستتلوها على هذا المجتمع
وهو أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك آيات الكتاب المبين. هذا الكتاب الذي فصل والذي حكم من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لمن؟ لقوم يؤمنون، هم المؤمنون الذين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى حق، وأن الأنبياء هم حق، وأن الكتب المنزلة حق، وأن الأنبياء كلهم حق، وأن القدر خيره وشره حق. هؤلاء هم الذين يتفقهون في هذا الكتاب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هو علا في الأرض، تجبر، وجعل أهلها شيعا أي فرقا حتى تسهل عليه حكمهم. يستضعف طائفة منهم أي يستعبد طائفة منهم، وهم بنو إسرائيل آنذاك، وكانوا أخير خلق الله في ذلك الزمن. كان يقتل أبناءهم حتى يضعفهم، حتى لا يصلوا إلى الحكم، حتى يدخل الإرهاب في قلوبهم، ويستحيي نساءهم. وهذا أيها الإخوة نستطيع أن نقول هو حرب النفس لبني إسرائيل آنذاك. ثم أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن هذا الذي يقوم به فرعون هو من الفساد. أولا يستعبد الناس، يكره الناس أن يعبدوه، أنا ربكم الأعلى كما ذكرت في الآية. كان يستعبد كل الأعمال الشاقة. كان هذه الفئة التي آنذاك كانت أفضل جماعة على وجه الأرض، كان هذه الطاغية يستعبدهم. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا كان فرعون اختار هذا الخط للحكم والإفساد في الأرض وظلم خيار الناس آنذاك بذبح أبنائهم واستحياء بناتهم وإخضاعهم لحكمه البائس وإجبارهم على عبادته، فماذا يكون مصير هذا أمام الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ينتظره؟ نعم أيها الإخوة، هنا يذكر الله سبحانه وتعالى ما هو مصير فرعون في هذه الآية، لأنه مستكبر متعرجف مفسد يكره الناس على عبادته. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا خطا واضحا في سابق علمه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. استضعفوا في الأرض بقتل أولادهم واستحياء نسائهم وإجبارهم على العبادة، نريد أن نمن عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة أي أئمة في الدين وأئمة في القيادة، أي أنه حتما مهما يستعبدوا أنهم سيأتون يوما من الأيام حتى يكونوا أئمة. فعندما يكونوا أئمة في الحكم وأئمة في العلم وأئمة في الدين، ماذا يكون عندئذ مصير فرعون؟ فإنه يكون مع الهالكين. أيها الإخوة، إذا كان مصير أمة كلها تتعلق بمولود سيولد ثم يلقى في اليم أي في النيل،
ثم يقع على يد فرعون، ثم يضرب أو يقتل رجلا قبطيا، ثم يكون شاردا هاربا من مصر إلى مدين، ثم يعيش هناك أكثر من 10 سنوات، ثم يوحى بعد ذلك عندما يكون عمره 40 سنة. خلال تلك الفترة كلها ما هو مصير بنو إسرائيل آنذاك؟ هو ذبح أولادهم واستحياء نسائهم. لذلك أيها الإخوة، الصبر والمصابرة واتباع نواميس هذه الحياة هي التي تشق للبشرية طريقها إلى الخير. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. لو رجعنا تفسير هذه الآية إلى الآيات المفسرة الأخرى سنجد أن الله سبحانه وتعالى أوضح ذلك في كتابه وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما الذي أوصل بني إسرائيل إلى الفلاح وإلى الحكم؟ هو الصبر واليقين. لأنك إذا تتبعت هذه الآية وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا، الأمة المسلمة ستصل إلى مكان الأستاذية وتقود هذا العالم من جديد إذا صبرت وكان لها يقين بربها سبحانه وتعالى. ولكن الآن أيها الإخوة، كما قال ذلك العربي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نحن نريد أن نصل إلى القمة، نريد أن نكون في مكان الأستاذية، ولكن حالنا غير ما نقول. ولا ليال رب سبحانه وتعالى سورة القصص أيان ما أنت إن يركشي كين دولة سورة وحيكشي كين قوم للدباتي ودباتو وين لو جيستي dhibaatadaana waxaa u geystay nin la yidhaahdo fircawn. ciyaalkooda ayuu gowrici jiray si xukunka aynan u soo gaadhin. hablahana uu dayn jiray oo si maaragtay ay ugu shaqeeyaan. rabbina wuxuu ku tilmaamayaa innahu kaana min almufsidiin. xaaladan uu ku dhaqaaqayo uu ku kacayo inay tahay in la fasaadiyo dhulka alle subxaanahu wa tacaala. sidaad ogtihiinba walaalayaal, inta adduunkan lagu nool yahay xaqa iyo baatilka saraac ayay ku jiraan, loolan ayay ku jiraan. hase ahaatee guushu inta badan walcaaqibatu lilmuttaqiin wa ina jundana lahum lgaalibuun. rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ayuu noogu sheegay: aquulu qawli hada waastaqfiru allaha lii walakum faastaqfiruuhu inahu huwa algafuuru raxiim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلف كيني وحي أورنشيرين وصوبنا: لا تنال الإمامة إلا بالصبر واليقين. هجامنت إن لا تغوغوت ميل دد لغو هجاميو وحلقو قادا صبر يقين إيمان أيا لغو قادا. ilaahay markuu leeyahay waxaanu ku sugaynaa, aanu ku xasilinaynaa ummadani dhulka la sheegayo waxa weeyaan ardu misra washaam, shaam iyo misr weeyaan. rabbina subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lard wanajcalahum a'ima, inaanu ka dhigno dad imaami xagga diinta iyo xukunka ah, wanajcalahum alwaarihiin, dadkani maanta la adoonsanayo oo ciyaalka laga gowracayo ayaa dhulkani dhaxli doona. ilaah baan idigu dhaarshay, nin caruurtiisi la gowracayo oo la kala qaybiyey oo bini aadan caabudaya, haddaad ku tidhaahdid war maalin maalmaha ka mida ayaad hogaamin doontaa dhulkani, miyuu ku rumaysanaya? hase ahaatee alla subxaanahu wa tacaala aayaddii aan soo akrinaya wuxuu yidhi markii ay ku sabreen
yaqiinna ay qalbigooda gashay inay maalin un ay guulaysan doonaan ismay dhigan. waxaad rabtid maanta nagu samee, baabi'i intaad rabtid, laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala maalin maalmaha kamida ayuu xukunka gacanteena soo geli doonaa, sidoo kalena ma noqon doono. soomaad arag. marka rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wanuriya fircawna, waxaanu tusi doonaa fircawn, wa haamaana iyo wasiir ku-xigeenkiisii waxaanu tusi doonaa, mise ninkii ku xigay, wa junuudahumaa iyo ciidankii ay isticmaalayeen, maa kaanuu yaxdaruuna waxay ka taxdirayeen. maxay ka taxdirayeen? culimmadu waxay yidhaahdaan fircawn wuxuu u gowrici jiray caruurta. nin baa maalin riyooday oo kaahina, wuxuu ku yidhi fircawnow, xukunkan aad maanta adigu haysatid inan reer bani israa'iila ayaa gacantooda ayay geli doontaa. war maxaan sameeyaa? waa laysu tago, waxaa la yidhi ciyaalkooda gowrac, hablahana iska daa, wanastaxyii nisaa'ahum. culimmadu waxay ku fasiraan aayaddani, haddaanu ku fasirno uu nooleeyey, isagu wax ma noolayn karo, uu dayn jira weeyaan macnaha. hablaha waa la iska dayn jiray. muddo xaaladaasi markay socotay ayaa rag u shaqeeya ayaa la waayey. dee markaad ciyaalkii oo dhan wada gowracday, generation dhan baa meeshii ka baxaya, odayaal baa isu soo hadhay. markaasaa la yidhi maxaanu samaynaa, xaaladii way nagu adag tahay. markaasaa la yidhi sanadna aanu gowracno, sanadna aanu dayno oo ciyaalka aanu u dayno. culimmadu waxay yidhaahdaan tafaasiirta ibnu kathiir iyo inta kale, haaruun calayhi salaam wuxuu dhashay sanadkii ciyaalka la daayo oo la yidhi hala gowracin. muusena calayhi salaatu wasalaam wuxuu kusoo beegmay sanadkii ciyaalka la gowracayay. rabbi halkan wuxuu yidhi maa kaanuu yaxdaruun, wixii ay ma aragtay ka taxadirayeen ayuu alla subxaanahu wa tacaala tusi doonaa. huwa alqaadir, huwa aladii biyadihi masiiru kuli shay. waa rabbiga adduunkan maqaaliidu samaawaati waalardi ay gacantiisa ku jirto. ma fircawn oo daciif oo musqul gelaya ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala wax walbuu sheegta ka hor iman kara. ثم بعد ذلك أيها الإخوة نتحدث هنا عن أمومة رحيمة وبنوة باردة صغيرة بريئة. تؤمر الوالدة أن تأخذ ابنها ثم تضعه في صندوق أو في تابوت، ثم ترميه في النيل، في اليم أي في النيل. كيف تكون حال هذه الأمة؟ الأمومة الحنونة تضع ابنها في الصندوق، ولكن الرب سبحانه وتعالى يقول لها ولا تخافي، أي لا تخافي على هذا المولود، أنا الذي خلقته، أنا الذي رزقته في بطنك، فلا تخافي على هذا المولود الصغير، ولا تحزني على مصيره، إنا رادوه إليك، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان الله. قيل لها ألا تخافي ولا تحزني، ثم جاءت هناك بشارة أكبر من ذلك، أن يكون هذا الصغير الذي يوضع في داخل الصندوق أن يرجع وهو نبيا مختارا من الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. سبحان الله. يقع هذا المولود في يد الطاغية، يقع هذا المولود في يد زبانية فرعون، فماذا يكون مصيره؟ ماذا يكون مصير هذا الصغير؟ نعم أيها الإخوة، عناية الله سبحانه وتعالى لا تنام، وعين الله سبحانه وتعالى لا تغفل. فما إن وقع في يد فرعون وزبانيته
حتى تقدمت امرأة وهي امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. انظر، الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، الأرواح جنود مجندة. ناصية هذه المرأة الضعيفة بيد الله سبحانه وتعالى بمجرد أن نظرت إلى وجه هذا الفتى الصغير حتى أحبته. قرة عين أي ما تقر به النفس والعين. لي أي لي أنا. لماذا لما تقول هي لي هي الملكة لا بد قولها يكون مسموع، فلا بد أن تستخدم منصبها. قرة عين لي أنا. ولا تنسوا أيها الإخوة أن هذه المرأة طلبت من الله سبحانه وتعالى الجنة، وأن يبعدها الله سبحانه وتعالى من فرعون. فلننظر في هذه الآية سنجد أن ما تقوله من لسانك إن لم تأبه به فإما أن يوقعك في جهنم وإما أن يرفعك إلى درجات علا. قرة عين لي ولك يا فرعون كمن أنت، لا تقتلوه هذا الصغير عسى أن ينفعنا. أن ينفعنا لأن ما عندنا في البيت أحد، فقط عساكر وحاشية وغير ذلك، أو نتخذه ولدا. لذلك العلماء قالوا أن زوجة فرعون كانت عاقرة. كانت عاقرة. لماذا؟ إذا كانت عندها أولاد لما قالت أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ولا لا يروح نكسو قبقبيننا ربي سبحانه وتعالى مركو كشيكي أمداسي لا أدون صدي دباتو البلوغ يستي أيام مصيركي أمداسو دن إن يرو دلن دونا ومراحيل صومري دونا إلى أنتو النبي نمو كغادا يو أفرتن سنو أمداسي دباتا ويكو جريسا وينكو سمرين. هو يدي أيا ربي سبحانه وتعالى وإلهامي قلبي كذا أيوجلي النبي موسى أيا ده شيء مركو ده شيء ولا لا صعدة إن هوين يودوا حل راعين شري هوين لا صعد تجور ما يقوموا ليس مركي المه دكتي أيا مروبا أيا كسود دكتي إسلامت بير هوي ولا لا يلوت قرن إنسان من دياشي يشلي بعمد هالك لجو جورعي شلي نمد كلا هالك لجو جورعي هو يدا حالة ده هي نفسية ده يكسو غنتاي نكي والد باقران كرا ربي بقلبي كذا كوي الهامي وأوحينا إلى أم موسى وحي هالك ولا ليال ما هو وحي أنبياء اللوتسو وحيون شري لأنه ولقى تاريخ ده نصو مرين لماذا إجماع العلماء إن هواني ولقى لقمد النبي مركا وحي هالك لبمد بين قوم كرتابي علماء إلى هذان إما رياء أيها لو تسي مثل قلبي كذا أيها لو إلهامية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وحال وير استج هرت نوتش المهاجم أذو ذكر حتى أذو بقتدنا هل كابا ولو حفظي كراية حتى أذو بقتد صندوق سوق هذا المهاجم دحدك كذبنا بدأ كتور النيل وبيجا النيل ليرا ضرب النيل أيها لو وير كتور هويو حنونكي المها تكسر حنوستي وصو مشي وكو إن الدوكستي مركو صوب حي وإلمه محل هذاي وإلمه وأوي سورة قلمي أي أتهي إنن كذي إنتي قادو أي صندوق كردو أي بدكتو وحالة هذه الأدوار حسات ربي سبحانه وتعالى وحكوير لا تخافيها بقا هو بقا أنا أبوري وأدوني لاهي ولا تحزني ماشي وكدن بين دون مرغنا يكو قال المركات تورتن لأن ذلك قاربا مرغو دنتا هنا مرغون إنا رادوه إليك دبا نكو سوء علين دونا وإلمها لما أنت
همودين إن أثبت كتورتايو أي لغداية ونكوسو على الدنيا رب العزة سبحانه وتعالى بل لم بيك هيستا ربك سبحانه وتعالى حديث القدس كويري يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تظالموا دحدي أنا أنكدق إنه حرام يهيس ظلمنا ربي قاس ظلمك النعبة وقاذي إنه سوء دونه هساعة إنت كل لهما أكيسينه وحلوين بشارة لانكو درينا بشارة سوء مركو كوسو لابنا ينا وحانو ودرينا قعرت وانا كوسو علي دونا مربو يسوي يرو ذلك دونتاي وكوسو لابن دونا هساعة مستقبل كان بشارة لانكو سينين النبي الله يانو كدق دونا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الرب سبحانه وتعالى يذكر هنا أن الشغل الشاغل لهذه المرأة الضعيفة في قلبها فقط موسى فارغا لا تفكر في الجوع ولا تفكر في اللباس ولا تفكر في الزوج بل تفكر قلبها فارغ من كل شيء إلا هذا الابن. سبحان الله ابننا لما يخرج من بيتنا إلى فريسكس هنا وفيه طلقات الرصاص ماذا يكون في قلبنا؟ ماذا يحدث لابني؟ تتصل معه بالتليفون إذا لم يأخذ التليفون تخرج إلى الخارج وهو موجود أمامك هنا. فهذه الحالة هي حالة التي كانت تعيش هذه المرأة فارغا أي فارغ من كل شيء من قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ثبتنا على قلبها لقالت للناس وين ابني وعرف أن موسى عليه السلام كان ابنها ويتتبعه بعد ذلك لولا أن ربطنا أي ثبتنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم بعد ذلك كأم حنونة أرسلت أخت موسى عليه السلام وقالت انظر لعلك ستجدين خبر هذا الصغير ووجدت خبره على أن هذا الصغير قد وقع في يد فرعون ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يدفع فرعون المال لهذه المرأة المسكينة أم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ ابنها إلى بيتها ترضعه وهذا الابن الذي يدفع فرعون المال تجاه إرضاعه هو الذي سيأخذ حكم فرعون. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. هذه الحالة التي نحن نعيش فيها في أوروبا أيها الإخوة عندنا رب وهو الذي يرعانا وهو الذي يرعى ويحفظ دينه ولكن ما يراد منا أن نكون عقلاء أن ننشر هذا الدين بسلم وأمان أن يكون لنا مجلس للعلماء أن يقال للشباب اهدأوا الإسلام ليس هكذا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على أسماء وعمار بن ياسر وبلال وهم يعذبون ماذا كان يقول لهم؟ هل كان يأخذ الطلقات ويفجر؟ كان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن مصيركم الجنة. هنا نحن أقلية أيها الإخوة إذا سلكنا الطريق الصحيح ربينا أولادنا على العقيدة صاروا دكاترة في هذه البلاد صاروا مهندسين والله يرفع شأن هذا الإسلام. صرنا أمة منبوذة السيارات تحرق في مناطقنا الطلقات تطلق من مناطقنا
أولادنا الذين يتجاوزون إلى جمناسية قلة عديدة، أما الآخرين حالهم يعلمه الله سبحانه. والله نرجو لهم الخير وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ولا لا يا waxaan kusoo gabagabaynayaa Rabbi subxaanahu wa tacaala hooyadii inankeeda ku tuurtay Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam Rabbi uu soo celiyey, bishaarana uu siiyey, ilmaheediina gurigeedii bay kula soo noqotay iyadaan muujisay, lacagna waa lagu siiyey. Rabbi subxaanahu wa tacaala ummadaasi sidaa u dhibaataysnayd. Fircawnna aayaduhu way dheeryihiin kama gaarsiin karno. waatuu ku haftay oo ku dhintay biyihii maxaa la yidhahdaa badda, biyihii badda waatuu ku dhintay. ummaddii muslimiintana waatay guulaysatay. ummaddani way guulaysan doontaa yurub joogta. hasaatee mid baa looga baahan yahay in maskax la isticmaalo, caruurtana lagu dadaalo, ilaahay subxaanahu wa tacaala la kaasho, lagu dadaalo inay wax ka noqdaan mujtamacan. maxay ku dhacday in hadday wasakh noqoto la yidhahdo waa Soomaali, hadday noqoto shaqo la-aan la yidhahdo waa Soomaali iyo muslimiin, hadday noqoto meesha risaasta ay ka dhacayso inay meesheena noqoto, hadday noqoto meel gawaari lagu gubayo inay meesheena noqoto. waxaa loo baahan yahay walaalayaal, waxaa jira waxyaalo muhiim ah oo aanu ku wada khasbannahay inaanu ku midowno. caruurteenna mustaqbalkooda yacni waa arrin ay waajib inagu tahay sidaan kor ugu soo qaadi lahayn. dad badan baa ii muuqda halkan oo jaamacada ka soo wada baxay oo cilmi ilaahay uu siiyey. ciyaalkeenna halkana mathematicska loogu dhigi karaa, chemistryga halkanaan ugu dhigi karnaa, meelo ayaan u kirayn karnaa, kor baan u soo qaadi karnaa. waa mid. hadday waddankan u adeegaanna fa biha wa nicmo rusulu khayr bay noqon doonaan oo diinta aanu barnay bay u gudbin doonaan. haddii kalena waddankeeni markay dib ugu laabtaan iyagaana daweyn doona oo markaanu gabowno waddankaana cadaalad iyo khayr iyo wanaag ummaddaa burburtay kusoo dabaali doonta. hase haatee walaalayaal, waxaa loo baahan yahay mid casiimo ayaa loo baahan yahay in hurdada laga kaco, in ciyaalkana waxa subxaan allah ciyaal baa laleeyahay intay Syria tagaan bay soo noqdaan, way tagaan way soo noqdaan. ummadani markaan weydiinay markay baxayeen maxaad u qaban weydeen, markay soo noqonayeenna waxay yidhahdeen sharcina ninkan waddanka waxba kama gelin, wax lagu qaban kara ma jirto. laakiin waalidka rag baa kuule maba naqaanoba goormay ciyaalkeedii tageen. ciyaalka waa in laga warhaya, waa in lala saaxiiba, waa in wanaag iyo khayr la faraa. heerkaa haddaanu gaadhno walaalayaal, Rabbi subxaanahu wa tacaala wuu noo naxariisanayaa, mujtamacana waanu ka muuqanaynaa. mujtamaca yuhuudda maanta adduunka iyagaa wada haysta. sideenoon kale ayaa maalmaha kamida loo gubi jiray meelaha ay wax ku caabudaan, iyo maantana markay isu tageen ay cilmi yeesheen ay meel walba hantiyeen meeshay gaadheen waad aragteen. inagoo ka caqiida wanaagsan oo ilaah subxaanahu wa tacaala diin xaqa uuna siiyey waanu samayn kara, laakiin juhdi bay u baahan tahay. walaalayaal, waxaa inoo yimid walaalo Denmark nooga yimid oo masaajid iibsaday. tan waxay ku tusaysaa inaanu degayno oo khayr iyo wanaag aanu ma aragtay wadadeedii dhabaheedii aanu hayno. caawimaad bay nooga baahan yihiin. qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xawilay khayr, walaaladeen ma aragtay maalka uu Rabbi ilaahayna siiyey inta noo taalla waa intan aakhira aan la baxsano. ayuha alikhwa, hunaaka ikhwa zaaruna min Denmark yabnu hunaaka masjid, وهذا أيها الإخوة هو اللبنة الأولى لنشر الإسلام بين ظهراني السويديين والدنماركيين. فساعدوا إخوانكم حتى يقيموا هذا الصرح العظيم الذي يرفع فيه الآذان ويصلى فيه الصلوات ويدرس فيها المدارس أو يدرس فيها القرآن. أرجو أن تساعدوهم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اخلص لنا أعمالنا واجعلها خالصة لك يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين النفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.